يلا خواجة، يلا خواجاية، قرب قرب قرب، كفة وصفرة يا صحراء، صحراء للبيع. انت قلت بتبيع ايه يا فندم؟ بلدي. ايه؟ قصدي الصحراء، معايا صحراء للبيع. ده انت لقطة. على كام بقى ان شاء الله؟ الساعة ب5 جنيه والحسابة بتحسب. لا انا مش عايز اجرها، انا عايز اشتريها. لا اذا كان كده بقى يبقى المتر ب5 جنيه والحسابة بتحسب. ده انت تحفة. ها قلت ايه، اعبيلك ولا لا؟ استنى هنا، اروح لحلفائي اجيب منهم الفلوس واجيلك. طيب انا مستنيك اهو، هبدأ الحلقة عقبال ما تيجي. زي ما حضراتكم شفتوا الفترة اللي فاتت، تابعنا صدور قانون بيسمح للاجانب بتملك اراضي صحراوية مصرية، بحجة ان احنا عايزين نجلب الاستثمار ونشغل الشغل. ده اللي هتتابعوه معانا ان شاء الله في حلقة النهاردة. بس يا ريت ما تنسوش تصلوا على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، ويا ريت ما تنسوش اخواتنا في فلسطين من دعائكم. انا سمير اسامة، وده برنامج الجنيه. اولا عشان نجاوب على السؤال ده لازم نعرف ايه الصعوبات اللي بتواجه المستثمرين اللي بيجوا يستثمروا في مصر. اول حاجة وهي القيمة الغير عادلة للجنيه. في البنك تلاقي سعر الدولار ب31 جنيه ومش موجود اصلا، لكن في السوق السوداء تلاقيه ب54 جنيه. ودي ازمة كبيرة بتواجه المستثمرين، وشفنا الفترة اللي فاتت مستثمرين نقلوا استثماراتهم بره مصر بسبب الموضوع ده. ثانيا تدخل الجيش في الاقتصاد، واللي بقى ليه مشاريع صعب جدا للقطاع الخاص ان هو ينافسه فيها، لان طبعا الجيش ما بيدفعش مصاريف طاقة ولا بيدفع ضرائب ولا اي حاجة من اللي القطاع الخاص ممكن يكون بيدفعها. ثالثا المستثمر ما بيلاقيش مرونة وسلاسة في الاوراق الحكومية والتراخيص والحاجات المطلوبة لمشروعه عشان يبدأوا. رابعا أسعار الطاقة في مصر متغيرة جدا، الكهرباء سعرها بيزيد تقريبا كل يومين، والضرايب، كل دي حاجات بتحط المستثمر تحت ضغط، وانه مش عارف يمشي اوراقه، وبرضه مش عارف يحسب الحسبة بتاعته ويشوف ارباحه هتبقى قد ايه. وكمان في منافس قوي جدا بينافسه اللي هو الجيش. خامسا بقى، ودي من عندي، انت عندك في مصر نسبة كبيرة قوي من عدد السكان تحت خط الفقر، القوة الشرائية بتاعتهم قليلة جدا، وده بيأثر على اي مصنع او اي مشروع او اي شركة، لان انا بنتج منتجات لازم يكون عليها طلب شرائي عشان اغطي مصاريفي وكمان احقق ارباح. وده اللي ممكن ما يحصلش في الحالة دي، لان الناس دي حرفيا في حاجات عندهم كانت اساسية بقت مجرد كماليات. لو خدت بالك يا عزيزي، فانا في النقاط اللي فاتت دي كلها ما ذكرتش خالص موضوع الاراضي، وان المستثمر لازم يتملك الارض عشان خاطر يستثمر عندنا. واتحدى اي حد يجيب لي مستثمر ذكر المشكلة دي وقال ان دي مشكلة بالنسبة له، وانه لازم يتملك الارض عشان خاطر يستثمر. هنفترض ان دي مشكلة، هل احنا حلينا بقية المشاكل وفاضل دي بس؟ لا. يبقى احنا ليه بقى بنبيع بلدنا؟ يا عم زمير ما تكبرش الدنيا، هنبيع بلدنا؟ الله. يا عزيزي احنا كده بنبيع بلدنا. انت لو جيت بصيت من فوق كده على مصر هتلاقي انها 90% او اكتر صحراء. هنشيل من الصحراء دي شبه جزيرة سيناء، لان شبه جزيرة سيناء حتى الان لا يتملك اراضيها غير المصريين، واللي هي مساحتها اصلا حوالي 6% من اجمالي مساحة مصر. وهيبقى بقى عندنا التورتة الكبيرة، الصحراء الشرقية والصحراء الغربية. اللي طلع القانون ده واللي وافق عليه واللي كمان عمل له مبررات فشل بالمعنى الحرفي. عمر مشكلة المستثمرين ما كانت في الأراضي المصرية وإن هم عايزين يتملكوها، لا. احنا عملنا الموضوع ده عشان خاطر نلم دولارات من الأراضي المصرية، نبيع الأرض وناخد منهم شوية دولارات. فشل ذريع. ودي مش جديدة إن احنا نتنازل عن أرضنا، احنا تنازلنا قبل كده عن تيران وصنافير، وبعنا شركات مصرية عشان خاطر نلم دولارات. لكن طبعا الدولارات مش مكفية، فنعمل ايه؟ هل نصلح؟ لا، نبيع مصر ونبيع الأراضي الصحراوية. وده مش عشان الاستثمار، لا، ده عشان الدولارات. اللي طلع القانون ده فاشل زي ما قلت، واللي وافق عليه فاشل، ما عندوش اي طريقة يجمع بيها اموال غير جيب المصريين واراضي المصريين. انا بطلب من رئيس الجمهورية لو اللي طلع القانون ده هو رئيس الوزراء والوزراء بتوعه، فيتم محاكمتهم واستقالتهم حالا، لان الناس دي بتبيع ارضنا. وتبرير الموضوع ده وان هم بيعملوا كده بحجة الاستثمار غير حقيقية. اما بقى لو رئيس الجمهورية اللي طلع القانون ده، فانا اطلب منه استقالته في الحال، لان هي مش ناقصه. وكفايه كده يا ريس، انا اصلا غير مقتنع بيك ولا سياسيا ولا اقتصاديا. مع احترامي لشخصك الكريم، بس حضرتك بالطريقه دي لا تصلح انك تكون رئيس جمهوريه مصر العربيه. انا لا انتقد اي شخص شخصيا، بلى انا انتقد فنيا فقط. اللي حصل ده ما ينفعش، والقانون ده سقطه كبيره جدا وهيفتح علينا ابواب جهنم حرفيا. روحوا شوفوا ليه المستثمرين بيستثمروا في الصين وانتوا هتعرفوا ان القانون ده بلح.
الصين نفسها ما بتخليش حد أجنبي يتملك أراضيها، لكن المستثمرين بيروحوا يستثمروا هناك لأن في استقرار اقتصادي، وفي هناك ناس كتير قوي، احنا بنتكلم في مليار و400 مليون، وكمان مستواهم المعيشي كويس والقدرة الشرائية بتاعتهم كبيرة. وفي النهاية عايز أقول حسبي الله ونعم الوكيل في كل من وافق على القانون ده أو فكر فيه أو أصدره أو كان السبب فيه. وبس كده الحلقة خلصت، أتمنى تكون عجبتكم، ويا ريت أكون ضيف خفيف على قلبكم. يا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس على الكل عشان يوصل لكم كل جديد. أشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة من حلقات قناة الجنيه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.